طيب تتوقع كده ممكن تاكل ايه ب 100 جنيه في جرين بلازا؟ يعني يا جدعان تقريبا جرين بلازا فيها اكبر تجمع مطاعم في اسكندريه كلها، بس المشكله ان هي كلها مطاعم غاليه. هو بصوا في كذا تراك قدامنا هنا، ان شاء الله يكون الحل فيهم، لكن الاسعار لا يعني مش في التحدي ده خالص. فايه بقى ممكن مثلا نعتمد على التحليه ب 20 جنيه دي الاول، ندور على غدا مثلا في رينج ال 60، نبقى احنا ايه قفلنا التحدي النهارده. ايوه بينا يا جدعان، طالع على الفود كورت على طول. حلو ده والله. طبعا في منيو ولا عندهم سندوتش شاورما فراخ ب 60 جنيه. العب في كميه شاورما محترمه قوي مع توميه. ايه ده، تتبيله الشاورما الصراحه مميزه جدا 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 يعني. وبعدين لو غرقان توميه وبيكلز والحاجات دي كلها كده الغدا ضن، ومعانا 40 جنيه متبقيه. المطعم اللي فات يا جماعه اسمه سلطان الشام. هو فين النزول يا جدعان؟ بصوا يا جدعان سبحان الله، وانا ماشي بدور على السلم لقيت كافيه صغير كده، ان شاء الله الاسعار بتاعته تكون في الحنين. وصلنا بالسلامه يا جدعان. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ انا مصدق شرف ليا والله، ربنا يخليك. بصوا يا جماعه انا هبوظ التحدي بس عشان خاطر بس يعني الناس هنا زي الفل. ده المفروض مانجو باشون فروت، والله جامد يعني. هو ملي طعم المانجا حلو مع افتر تيست كده بقى بتاع الباشون. يعني ليه بجد الاسعار كده ليه كده؟ ما قداميش حل غير بتاع ام 20 جنيه للاسف. السلام عليكم يا جدعان. دول بيعاملوا اللوليتا معامله بنت الناس قوي يعني، ده فاتحها لي ولفها لي بمنديل وبتاع، بس ب 20 جنيه برضه. تعال ندوقها. دي انضف لوليتا ادوقها في حياتي كلها يعني، هي طعمها مانجا بجد. وبس بقى ما تنسوش اللايك الجامد، وقولوا لي في الكومنتات عايزين المكان اللي جاي في تحدي ال 100 جنيه يكون ايه،